السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم بسبوسه بمذاق البرتقال، كتجي لذيذه هشيشه مشربه وسهله في التحضير ديالها، غير بجوج حبات ديال البيض وكاس ونص ديال السميده. فغادي نحضروا هذه البسبوسه اللي تبارك الله بحجم عائلي، كنحصلوا على اكثر من 12 قطعه. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي اكثر من رائعه، غنيه بمذاق ديال البرتقال. فاذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش من اللايك الا جات على خاطركم. الا كنتوا اول مره كتصادفوا قناتي ما تنسوش تشاركوا، تفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا ديما بجديد الفيديوهات ان شاء الله. وما نزيدش نطول عليكم اكثر ونبداو على بركه الله. باش نحضروا هاد البسبوسه غادي نحتاجوا جوج حبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. الحجم ديال البيض اللي استعملت انا ما كانش صغير بزاف، يعني الحجم ديالو متوسط. غادي نضيف عليه واحد نص كاس ديال السكر حبيبات اللي هي تقريبا 100 غرام ديال السكر. غادي نضيف كذلك ساشي ديال سكر الفانيلا، او ديروا واحد المعلقه ديال الفاني اللي متوفره عندكم. صافي غادي نخلط مزيان هذا الخليط ديال السكر والبيض والفاني حتى يتبدل ليا اللون ديالو ويولي هكا ابيض فاتح، يعني كياخذ شويه ديال الوقت. هكا تطربوا بيديكم اولا ديروا الطراب الكهربائي الا بغيتوا. المهم غير يتخلط لينا مزيان هذاك السكر ويتفتح اللون ديالو كيف ما شفتوا معايا. غادي نضيف نصف كاس ديال عصير البرتقال، من الاحسن تستعملوا عصير برتقال اللي طبيعي. وقيت البرتقال دابا نستغلوه ونحضروا به هكا حلويات. غادي نضيف قشره ديال برتقاله، قشره محكوكه بحكاكه رقيقه، غير هذيك القشره الاورنج ما تدخلوش في البيضه باش ما تلقناش المروريه. كذلك ضفت نصف كاس ديال زيت نباتيه، وغادي نخلط مزيان هذاك الزيت وهذاك البرتقال والقشور ديال البرتقال ونخلطو مزيان. ومن بعد غادي نضيف علبه ديال الياغورت ديال الفاني. الا لقيتو ياغورت بمذاق البرتقال ضيفوه، الا ما كانش غادي تضيفوا ياغورت بمذاق ديال الفاني. بالنسبه لهاد الياغورت انا كناخذو من بيم، ديما صراحه كنستعملو هكا في الحلويات، مذاق ديالو زوين وثمن مناسب. صافي غادي نخلط مزيان هذاك الياغورت، وغادي نضيف واحد الرشيشه صغيره ديال الملحه ما تنسوهاش. نخلط كذلك. من بعد غادي نضيف كاس من السميده كيف ما لاحظتوا، والكاس الثاني غادي يكون نصو كاس ديال السميده ونص كاس ديال نص دقيق ابيض، يعني كاس ونص ديال السميده ونص كاس ديال الدقيق الرطب الابيض. عندي جوج ساشيات ديال خميره الحلوى من فئه 7 غرام، مجموع 14 غرام ديال خميره الحلوى. وغادي نغربل، ضروري نغربلو كيف ما غادي تشوفوا معايا. فالسميده فيها شي حبات هكا اللي كيكونوا شويه غلاضين، غادي نحيدهم. السميده اللي استعملت انا الحبه ديالها رقيقه. غادي نضيف كذلك الكاس الثاني اللي فيه نص سميده ونص دقيق ابيض. تقدروا تعوضوا البنات هاد السميده بدقيق الاصفر الناعم اللي هو الفينو الا كان متوفر عندكم، حتى هو كتجي به هاد البسبوسه زوينه بزاف. المهم غادي نغربل كذلك هذاك الكاس الثاني كيف ما شفتوا معايا، وغادي نغربل حتى الخميره، ضروري كنغربلها باش ما كتبقاش هكا كريات في الخليط ديالي ديال الكيك اولا ديال البسبوسه. صافي دابا غادي نخلط بالخلاط اولا بالطراب اليدوي. القوام ديال هاد البسبوسه ما كيكونش خفيف بزاف، ما كيكونش ثقيل، كيف ما غادي تشوفوا معايا قوام اللي كيكون يعني بحال الكيك العادي كيف ما لاحظتوا معايا. انا حضرتها في هذا المول هذا اللي دائري، تقدروا ديروا في اي مول متوفر عندكم. رشيتو عفوا بعد دهنتو شويه بالزبده، وعاد رشيتو بشويه ديال السميده الرقيقه اللي حضرنا بها البسبوسه. وغادي نفرغ الخليط. لاحظوا معايا القوام ديال الخليط، يعني ما كيكونش ثقيل بزاف، ما كيكونش عاوتاني جاري وخفيف. صافي غادي ندخلها مباشره للفران اللي مسخناه من قبل غير من التحت حتى كيسخن ليا هكا واحد شويه. وكندخل هذيك البسبوسه كنحطها في الوسط ديال الفران. انا كنطيب في الفران ديال الغاز، غادي نحطها في الوسط ديال الفران. النار اللي تكون مهيله ديروها على 180 اولا 170 درجه. النار اللي تكون مهيله كطيب على خاطرها. بعد ما كتنفخ شعلوا عليها من الوجه باش تحمر وتاخذ هذاك اللوين المذهب. غادي نحضروا السيرو
اللي غادي نحتاج فيه نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال عصير البرتقال. غادي نحطو فوق البوطه، ما غادي نحرك لا بمعلقه لا بحتى حاجه، مباشره غندوز نحطو فوق البوطه وغادي نخليه يغلي، طلع فيه الغليه ومن بعد نطفي عليه. ما كنخليهش حتى كيتقل، غير كيولي هكا واحد السيرو اللي شويه شويه هكا عاقد، ما كيكونش ثقيل بزاف. هانتوما لاحظوا معايا القوام ديالو كيفاش كيكون، يعني كيغلي هكا تقريبا. خليته واحد 10 دقائق فوق البوطه. البسبوسه من بعد ما طابت كيف ما لاحظتوا قلبتها في الطبق ديال التقديم مباشره. غادي نسقيها وهي مازال سخونه. السيرو عندي بارد، يعني غديروا يا اما السيرو سخون والبسبوسه تكون بارده، يا اما العكس. انا هنا عندي بسبوسه سخونه، يعني كيف ما خرجتها قلبتها وغادي نسقيها بالسيرو اللي يكون بارد. وغادي ندير شويه هكا ديال لوز كونكاسي اولا كاوكاو كونكاسي اللي متوفر، بيستاج اللي بغيتو. تقدروا كذلك دهنوا لها الوجه ديالها بشويه ديال المربى ديال المشماش اولا ديال البرتقال. صراحه انا ما بغيتش ندهن لها الوجه ديالها باش ما تجينيش هكا حلوه بزاف، فاكتفيت بهذاك السيرو اللي سقيت به. وضروري نخليوها حتى تبرد عاد نقطعوها. انا هنا راه صراحه كانت مازال سخونه وقطعتها معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي من الداخل. المهم كنقسمها هكا على 4 كيف ما شفتوا معايا، وكل قطعه غادي تقسموها على 3، يعني كتحصلي على 12 قطعه ديال بسبوسه. وقطع تبارك الله اللي كيكونوا كبار ماشي صغيورين بزاف. صافي غادي نقسم بحال هكا كيف ما شفتوا معايا، كل قطعه غادي نقطعها على 3، تقدروا تقطعوها حتى على 4 ديال القطع. صافي كان هذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا اللي حضرنا بالبرتقال. ما شاء الله كتجي هشيشه لذيذه لذيذه بزاف، كتجي هكا كتذوب في الفم. وهذاك المذاق ديال البرتقال كيجي باين فيها، يعني كيف ما شفتوا درنا البرتقال في وسط البسبوسه وكذلك في السيرو ديالها. وحتى هذوك القشور ضروري ديروهم ديال البرتقاله، كيعطيو مذاق خطير بزاف. كنتمنى تجربوها في اقرب وقت تعجبكم. هانتوما لاحظوا معايا القوام ديالها كيفاش كيجي، كتجي فتيه كتذوب في الفم. كنتمنى تجربوها وتخليوا لي اراء ديالكم في التعليق. الا كنتوا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تخليوا لي اللايك. خليت لكم لهنا وراحه البال. نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا لكم من القلب وبسلام عليكم.